ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يلا بسم الله كده ونصلي على الرسول، وتعالوا نشوف المعركه اللي احنا داخلين عليها. المطبخ واللي انا عملته فيه 3 ايام بروق في حته المطبخ دوت. ليه ما تعرفوش؟ يعني اعمل شويه وكسل شويتين. تعالوا كده اشوف الاول إيه الم الكركبه اللي في الحوض دي الاول، والاطباق اللي كانت فيه. انا عامله، يعني انا عملت البوتاجاز والمطبخ، يعني ناحيه المطبخ كده، وغسلت السيراميك وورا التلاجة والكلام ده في يوم. حلو. وبعد كده عملت الرفين الرخام اللي فوق دول في يوم، وسبت الباقي. طلعت عدى عند ماما يومين، وبعدين جيت بقى قلت لا كده ما ينفعش، لازم نكمل. فقلت ابتدي الاول بقى بالحاجات ديت اللي ما كنتش لسه كملت غسلها. اغسلها هي الاول وابتدي اعمل كنت عايزه اعمل تجربه كده، ان انا افضي الرخامه وانقل المطبيه ديت في الرف الوسطاني بتاع الرخام. بس بعد ما فضيته وتعبت نفسي، الموضوع فشل على الاخر، ورجعت كل حاجه زي ما كانت. قلت يلا كده كده كنت هفضي واغسل في اخدكوا جولة صغيرة كده في الغسيل دوت. ويلا حبة نشاط، وكل اللي قاعد ومكسل والجو ساعة من امبارح بالليل يقوم يلا يشد حيله ويشطب مواعينه. كده انا خلاص، تقريبا كده خلصت كل اللي في الحوض. جبت بقى الطبق دوت، قلت الم فيه الاطباق زي ما انتم شايفين، واحده واحده كده. وانا عايزه اقول لكم قلبي بيطلع مع الاطباق، بخاف يتكسروا مني. مش الطبق بقى اللي يتكسر، البهدله اللي بتحصل بعد الكسر دي، يعني هي ده الرعب بعينه. فضيت كده الاطباق الاول، وبعدين جبت الصينيه فضيت عليها الكوبايات. همسك بقى المطبيه اقوم جايه مفككاها من بعض، عشان اتملكها وانا بغسلها اكتر من ما هي ماسكه نفسها بالمنظر ده كده. واقوم جايه بقى واخداها حته حته، واغسل بقى جري 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 كده. يلا لو وصلتوا لحد هنا حطوا لايك واعملوا شير للفيديو، وما تنسوش التعليقات. اخدت الجزء التاني روخر، انا كده كده كنت غسلتهم خلاص، وكده كنت بشطف. خلصت التلات اجزاء دول، وجبت القاعده بقى من تحت. كنت بحاول ان انا ارجع افردها تاني، بس ما اتفردتش. هي اتقوست ومش عايزه تتفرد تاني. خدتها شمال ويمين والناحيه دي والناحيه دي وجري جري كده تحت الحنفيه. وخليكي يلا نشيطه كده، وقومي تشجعي وشوفي هتعملي وخصوصا المواعين في رمضان ما بتخلص، احنا صايمين والمواعين ما بتخلص. تعالوا بقى انا هفضي الرخامه دي خالص واشيل كل اللي عليها. بس قلت اغسل الباقي اللي عليه كده، ده البراد اغسله الاول واديله دعكه شمال ويمين. تمام. وجبت الصينيه دي بتاعت الصفايه، قلت بقى اغسلها واظبطها هي كمان، عشان احطها بقى تحت الصفايه وارفعها في الرف التاني بتاعت الرخامه. دي اللي هي بتاعت المساحه اللي عارفينها، اللي هي بتاع المفروض ان هي زي بتاعت الباركيه، بس انا بلمع بها السيراميك، فانا كنت خلعها من المساحه بتاعتها يعني. مسكت بقى الرف ده اللي هو حوالين الحوض بالسيراميك اللي حواليه، ودعك كده يا باشا بالخلاط. الاول انا رشيت شويه باور صغيرين على الحرف بتاع الرخامه من جنب البوتاجاز، عشان لو في اي بخار او اي مثلا رواسب ودهون والكلام دوت تطلع معايا بسهوله. كده غسلته وشطفت كمان السيراميك بالمنظر ده كده. فلقيت لسه في حته بقعه صفرة كده في هناك في السيراميك، جبت عليها شويه كلور ودلقته عليها، وسبته بس 5 دقايق كده، وقمت جايه راجعه تاني بالمنظر ده، عايده عليه على الحته بس ديت، وقمت جايه شطفاه. وكده بقى ابتديت اجيب كان فاضل بقى الجزء اللي فوق في المطبخ، انا خلصت اللي تحت، كان فاضل اللي فوق. وقلت بقى يعني انا انزل الحاجات اغسلها، واغير مكان الرصه
عشان خاطر ايه، انا كنت حاطه الخلاط بالكبه والكلام دوت على الرف بتاع الرخام الفوقاني. البخار اللي بيطلع من البوتاجاز كله كان بيجي عليه، كان بيخليهم يلزقهم، فمن كتر ايه ما انا كنت بغسلهم خفت ايه ان هم يبوظوا، او في مره وانا بعمل حركه الغسيل بتاعتهم ديت اتكهرب بعد كده. فقلت ايه لا، هفضي كده مكان ليهم، هحاول يعني ايه اغير الرصه شويه عشان اشيلهم بعيد ايه عن البوتاجاز. وابتديت ايه اغسل في الكوبايات بالمنظر ده كده، واصفي جنب على الرخامه. والله كانت نفسي تفضل فاضيه كده، كانت هتبقى اوسع، بس يلا النصيب. ودي الفناجين خدتها واروح غسلتها، بس ما رجعتهاش في المطبخ تاني، حطيتها في التابوت. طبعا انتوا عارفين ايه هو التابوت، حطيتها في النيش. غسلتهم كده وجبت بايه بقيه الكوبايات، ولحد كده زي الفل وماشيين تمام. انا لحد دلوقتي ما كنتش اعرف اساسا ان المطبيه هي دخلت، يعني هي دخلت بين الرفين، لكن ان انا هعرف احط الاطباق واخرجها، لا لقيتها مش هتنفع المساحه، ان انا احط الطبق واشيله لا هتخبط في الرف اللي فوقيه فتكسرهم. فانا لحد كده بقى ايه بشتغل وانا متحمسه ان انا هفضي بقى والدنيا تبقى ايه واسعه كده قدامي على طول. كده سريعا، ويلا صلوا على الرسول في التعليقات ما تنسوش وحطوا لايك. انا كده خلاص خلصت. في الجزء اللي جاي بقى انا كده اوريكم بعد ما انا خلصت، كان لسه في حاجات بسيطه ايه زي الفناجيل هشيلها والكلام دوت، ورصيت الرف التاني بالحاجات ايه ديت، حاجات خفيفه ما استعملهاش قد كده يعني. حطيتها هي هنا، وكنت هنا رافعه غطا الغساله عشان مشغلاها، لاني الباقي وانا برص انا كنت واقفه على الكرسي لان المطبخ عالي، فما كانش ينفع ان انا اصور وانا متشعلقه على الكرسي. فكده انا خلصت معاكم روتين صغير لترويق المطبخ، ويلا كلنا نتشجع. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة، ومتنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. مع الف سلامة.